هذه مرحلة ثانية من حملة لمقاومة الحجب. طبعا الرسائل هذه للبرلمان ما هيش هي فقط مع خاصية المرحلة الثانية هذه تاع مقاومة الحجب، باش تزرع عدة أشياء أخرى، لكن هذه حاجة من الحاجات. إنه بعض الناس يظهر لي ثوريين أكثر من اللازم يراوا إنه كيفاش يكتبوا رسالة للبرلمان. الناس هذوما نحب نقول لهم بالمناسبة اللي نحترم آراء الناس الكل، لكن أحيانا ماذا بيا نشوف بدائل ونشوف مقترحات عملية أكثر من اللي نشوف معناها كلام ثورجي عام. نحن في مرحلة في تونس اللي باش يكون فيها أساليب جديدة، وفما جيل جديد يبحث على رؤى جديدة ويبحث على أساليب جديدة وطرق جديدة. الحجب إذن في تونس هو حجب رسمي غير معترف به. كي واحد يتحدث مع عضو مجلس النواب اللي من المفترض يمثل التوانسة ولا يمثل الجهة بتاعه، كيف مختلف النواب يمثل مختلف جهات البلاد، نلقاو احنا في مأزق ساعة، اللي هو انه الخطوة الأولى، النقطة الأولى اللي هي انه فما حجب، هي ديجا مشكلة. إذن أنا ماذا بيا أنه يقع دعوة الناس كل سواء على برلمان أو غيره للتقصي وإثبات الحجب بشكل دائم، بالرغم اللي وقع الناس عملت الشيء هذا، الناس ساعات تشد وتقول، لكن ديما يلزم المثابرة على النقطة هذه، لأنه نفتو ديما نقولوا ها فما الحجب وهي الدلائل بتاعه وهي مظاهره، خاصة أنه الإصرار الرسمي على عدم الاعتراف به. النقطة الأخرى اللي نحب نقولها هو أنه الرسالة هذه مش بالضرورة لثقة مطلقة في من يتسلمها أنه باش يعمل حاجة. ممكن فما نسبة متاع 0.01% ما يسالش حتى 0.01% في الظرف الراهن، ثم نسبة باهية كبيرة معناها. لكن فما حاجة أخرى اللي هي الرسالة هذه اللي نحن، اللي كنتي واللي أنا وللناس الكل اللي ما همش مهتمين بالموضوع هذا، هي محاولة متاع حوار، إطلاق حوار عام في البلاد حول الموضوع هذا، اللي نكتبوه في نصوص عادية، رسائل، فيديوهات كيف هكا، كلها محاولات لإطلاق حوار عام وطني حول الموضوع هذا. النقطة الأخرى هي الموضوع متاع مقارنة تونس وغير تونس. فما برشا ناس يتحدثوا على الحجب ويحبوا يبرروا وضع الراهن، ديما متحدثين غير رسميين بالمناسبة، يركزوا على نقطة أنه أي والبلدان الأخرى فيها حجب وشلون تحبوه، كيفاش تحبوه مش حجب، حتى في أمريكا حجب. هذه لما حالة واحد ناقشها قبل لما باهك واحد ديما يرجع لها، لأنه باش تفتح كيف تفتح حتى فرضا 0.01% تفتح نقاش جدي في مجلس النواب حول الموضوع هذا، هذا باش تبقى ليه ما ناش كيف البلدان الأخرى. البلدان الأخرى اللي كيفنا، اللي في نفس المستوى الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وضعهم أفضل، من غير ما نتحدث عن البلدان الأخرى اللي في سياق آخر أفضل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. بلدان عربية كيف نقولوا شقيقة، فما اعتراف بالحجب، فما حجب حاجة تطلع لك صفحة تقول ترى هذه محجوبة، فما طابع مؤسساتي على رغم طابعه المتخلف إلى آخره، يعني مؤسسة الحجب اللي فيها تناقض نوعا ما، لأنه موجودة. نحن لا، ما هيش موجودة. أمريكا لا، ما تمارسش حجب سياسي اعتباطي بالشيء هذا، ولا فرنسا ولا غيرها. فما قوانين وفما مؤسسات قضائية وفما كذا. بالمناسبة مش كل مدونة ولا كل موقع يقع حجب ولا كل كذا يقع الاتجاه القضاء في البلدان، لكن أي واحد يحب يحتاج يلتجئ للقضاء وينجم يوقف القرار. يعني فما قنوات تتبع القانون فيصل بيناتها وتتحاور عن طريق القانون هذا. وبالخصوص ما فماش في الدول هذه حجب عنده طابع سياسي مس الرأس، مس التعبير السياسي. ثم فيصل رقيق بين التحريض على العنف والتعبير السياسي، لكن الفيصل الرقيق هذا يقع تعامل معه بجدية كبيرة، ما يقعش تستاهل معه. عديد المواقع مثلا اللي ممكن لهنا يقع النظر لها أنها تحرض على العنف، تلقاها
موجودة ويمكن تدخلها في البلدان هذه الكل اللي في سياق آخر. إذا هذه النقاط اللي حبيت نتحدث عليها مرة أخرى، هذه مش بالضرورة لثقة مطلقة في من يتسلمها أنه باش يحل المشكلة، بل هي لبنة أخرى وحجر أخرى وخطوة أخرى في اتجاه توسيع وفتح نقاش عام حول موضوع الحجر، وأنه ما نقعدوش ساكتين ونحبطوا ونحسوا باليأس ونقفوا عند النقطة ما نجمناش نعملوا مسيرة نقفوا هذيك مش كذا. كل مرة نحاولوا حاجة جديدة ديما في اتجاه التأكيد على نقطة أساسية، اللي مارس الحجر هو خارج القانون، واللي قام في الحجر هو اللي موجود في سياق القانون. وندعوكم الكل باش تعملوا باش تكتبوا رسالة، واللي ما ينجمش يكتب رسالة يعمل حاجة أخرى، المهم ما نقعدش نتفرج. وشكرا لكم. معك ما شكرتنيش.